كان الموسم الماضي فاز الصناعات الكهربائي بهدفين مقابل هدف واحد. منار طه مصطفى محمود سجلوا، وهنا محاولة وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح نادي أربيل. مندوقة يحصل على ركلة جزاء لأربيل، ركلة جزاء ثانية في هذا اللقاء، ركلة جزاء ثانية في هذا اللقاء. مندوقة يواجه المرمى وهناك اعثار داخل منطقة الجزاء، لم يتوانى ولم يتردد حكم اللقاء أحمد كاظم بإشارة لوجود ركلة جزاء لصالح نادي أربيل. ركلة جزاء لأربيل، ركلة جزاء لأربيل. حيدر قرمان، لاحظ هذه الإعادة داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء، ركلة جزاء واضحة وخطأ، خطأ من منتظر عبد السادة، يرتكب خطأ، يرتكب المحظور منتظر عبد السادة ويكلف فريقه ركلة جزاء لصالح نادي أربيل. ركلة جزاء سجل من خلالها الصناعات الكهربائية آيات خلف، إذا ركلة جزاء لأربيل من صنع مندوقة. الأفارقة يصنعون ركلات جزاء، النيجيري والكاميروني وقرمان شوان مامو، الملقب بشوان مامو. حيدر قرمان كابتن فريق نادي أربيل، لاعب الخبرة لأربيل. حيدر قرمان هل يعيد الإمبراطور القلعة الصفراء أربيل هاولير إلى هدف تعادل؟ وحيدر قرمان ينتظر حكم المباراة للإعلان عن الصافرة والتقدم للتنفيذ ويسجل التعادل. حيدر قرمان يعيد أربيل إلى التعادل، حيدر قرمان يعيد أربيل إلى التعادل، ومن ركلة جزاء أيضا لأربيل في مرمى الصناعات الكهربائية. وضع حارس المرمى سجاد في زاوية والكرة في زاوية، وحيدر قرمان يحفز زملاء اللاعبين أن يكون التركيز أكثر وعدم منح الفرصة للصناعات الكهربائية من جديد أن يعود ويسجل في مرمى أربيل. لاحظ التنفيذ بشكل ممتاز، وأيضا آيات خلف سدد بشكل ممتاز، وهدفيا الآن نشهد في هذه المباراة.